السلام عليكم. ان شاء الله في فيديو النهارده هنعمل يعني نموذج للكينيتيك تيبوغرافي او اللي هي الطباعه الحركيه. هي عباره بيبقى عن نص متحرك بيعبر لي او بيوصل لي فكره معينه او بيبقى له هدف معين. بعمل له انيميشن. يعني تحريك. التحريك ده غالبا بيبقى بيعتمد على مثلا بيجي مع ميوزك معينه او بشتغل على البيك الخاصه بالصوت. بس النهارده هنتكلم على اساسيات الانيميشن ولازم الانيميشن للتكست تكون يعني يكون مفهوم. مش مجرد ان انا بعمل كي فريم او بعمل ستارت او بستخدم الانيميشن بروبرتي من غير ما اكون فاهمها. لو اتفهمت فكرة الانيميشن في اللي بيجي مع التكست تقدر ان انت تعمل افكار يعني غير منتهية، يعني لا متناهية يعني بمعنى أصح. فإن شاء الله نبدأ مع النهاردة الفيديو. أنا عملت طبعا اللي هم التكست جهزتها عشان أكسب وقت. وهنبدأ لازم يكون عندي السكريبت جاهز، مجهز انا الكلمات مثلا اللي انا هستخدمها في الفيديو. فانا مثلا عملت اهو ده النص الاول وده النص التاني وده النص التالت، بكون مجهز انا التكست بتاعي بالكامل. وبعمل التكست الاولاني اهو. عشان ابتدي اعمله انيميشن بروح لل بفتح تكست من هنا كده وبلاقي في حاجه اسمها انيميت، بضغط عليها. في حاجه طبعا بروبرتي يعني كومون جدا بتستخدم بشكل دائم اللي هي الاوباسيتي. الاوباسيتي غالبا بتستخدم بنسبه كبيره في الانيميشن. ممكن حد يقول لي مثلا طب ما انا ممكن استخدم الاوباسيتي اللي هنا لو ضغطت على حرف التي. ليه بروح استخدم الانيميشن طالما ان هي جايه مع التكست اوريدي؟ لو احنا استخدمنا دي بقى حاجه مهمه جدا لازم نفهمها، الاوباسيتي بتاعت التكست مش هتتاثر، يعني هي الاوباسيتي 100%. هي دي الاوباسيتي الرئيسيه عندي، تمام. بس زي ما احنا شايفين الاوباسيتي مفيش كنترول على، يعني مفيش اوبشن معاها. يعني اما هي بتشيل بتعلي الاوباسيتي او بتنزله لكامل النص. لكن لما بعمل الاوباسيتي مع الانيميشن بيظهر عندي اوبشن زياده. فخلينا نعمل هنا الانيميشن ونختار اوباسيتي ونبتدي نشوف ايه هو الانيميتور، الحاجه اللي هيديها لي الانيميتور انا كنت عامله تقريبا هنا. وخلينا نشوف ايه الاوبشن او ايه الادفانتج اللي انا هستفيد منه. هستفيده لما استخدم الانيميتور. اول حاجه في عندي هنا اللي هي arrange سيلكتور. وزي ما احنا شايفين arrange سيلكتور ده عباره عن البدايه والنهايه بتاعه التكست اللي هيتطبق عليه الانيميشن. يعني لو انا عملت مثلا الاوباسيتي هنا زيرو، تمام، ورجعت هنا للرينج كامل، فبالتالي التأثير ده هيأثر على الرينج كامل اللي هو من البداية للنهاية. ده الاند اهو، يعني شايفين الاند بيتحرك معايا اهو، وده الستارت. برضو يعني عشان نوضح اكتر، الرينج سيلكتور بيشتغل بطريقة عكسية. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت النهارده عملت الاوباسيتي زيرو، تمام، فمعنى كده ان التكست كله راح بقى ملوش مش ظاهر. فانا في الانيميشن بيشتغل بطريقه عكسيه غير عكس الكي فريم. يعني ايه؟ يعني انا هنا لازم الغي الرينج سيلكتور. يعني هنا بقى النقطه او هنا التركه. عشان انا اعمل انيميشن بلغي الرينج سيلكتور، مش بعمل كي فريم. انا بلغي الرينج سيلكتور خالص عشان ارجع للاوباسيتي الرئيسيه عندي اللي هي بتيجي مع التكست. شايفين الاوباسيتي زي ما هي. فانا لما بعمل بطبق بروبرتي زي الاوباسيتي وبخليها زيرو وبلغي الرينج سيلكتور، معنى كده ان مفيش رينج هيشتغل عليه الانيميشن. فدي حته مهمه جدا لازم تبقى مفهومه، ان الرينج سيلكتور والانيميشن بيعتمد ان انا الغي الرينج سيلكتور او احرك الرينج معايا. لما انا بحرك الرينج خلاص بيرجع النص اللي هو بروبرتي الاصليه بتاعته. فاهمين؟ فعلى سبيل المثال النهارده انا جيت عايز النص الاولاني انا لغيت الاوباستي بتاعه. بروح للثانيه مثلا او عند 15 فريم وببتدي بقى اعمل الكي فريم. الكي فريم بعمله ازاي؟ باجي هنا عند الستارت اهو، هو زيرو باي ديفولت. خلينا ارحله للبدايه اهو.
وبروح عند الثانيه ال 15 بخليه. شايفين بقى ايه اللي بيحصل؟ انا بلغي الرينج، بقفل الرينج خلاص، بيقفل عندي. يعني مفيش رينج تتطبق عليه الانيميشن. فخلينا نعمل ريفيو. شايفين ان اللي حصل ان انا لما حركت الرينج او لغيت الرينج بالتدريج، الاوباسيتي رجعت للقيمه الطبيعيه بتاعتها. وهو ده هي دي التركه، وهي دي اللي لازم تبقى مفهومه. ان الرينج سيلكتور بيعتمد ان انا الغي الرينج او احرك الرينج، وبالتالي يحصل عندي الانيميشن. بالاضافه ان في عندي بعض الادفانسد هنا، ان بدل ما اعمل الاوباسيتي للتكست كامل، ممكن هنا اشتغل على الوورد. يعني بدل ما اقول يشتغل على الحروف، يشتغل على الوورد. خلينا نعمل ريفيو زي ما احنا شايفين كده. يبقى انا بالتالي عملت هنا، استخدمت الانيميشن، قدرت اتحكم في الحروف او الكلمات، وقدرت ان انا اعمل تدرج في الاوباسيتي. بدل ما هو بيبقى كامل للنص مره واحده، لا، بيبتدي يشتغل معايا بالتدريج، كلمه كلمه او حرف حرف. ان انا وده بناء على ان انا حركت الرينج او قفلت الرينج او لغيت الرينج. ده باختصار الايه الانيميشن، والكلام ده ينطبق على كل البروبرتيز. فنروح هنا للانيميتور الاولاني اهو. انا عملت المودرن ديزاين اهو. شوف، نعمل بريفيو بالظبط. هاجي اعمل ايه بقى تاني؟ انا عملت كده الانيميشن الاولاني، عايز النص يتحرك معايا، وعايز اغير في السكيل. فبروح هنا للروتيشن، وعايز اخد معايا برضو بروبرتي تانية اللي هي السكيل. فبضغط شيفت اس عشان ينزلوا معايا الاثنين مع بعض، اتحكم فيهم مع بعض. فانا عايز اول لما هو يظهر هنا كده، اعمل هنا كي فريم للسكيل، امشي شويه واخلي السكيل يصغر، وليكن مثلا 65. 65. وفي نفس الوقت الروتيشن ارجع برضو هنا. الروتيشن اعمل اخد كي فريم، وامشي هنا للكي فريم التاني واخليه بقى يشتغل. انا عايزه يلف معايا 90 درجه، فباجي عند الروتيشن انجل واخليها 90. تمام. انا طبعا اتحكمت في السكيل وفي الروتيشن، بس البوزيشن برجع اجيبه فين؟ اجيبه في المكان اللي انا عايزه، اللي هو مثلا في النص هنا. وخلينا ابدا اعمل الحركه مره تانيه اهو. بس هو لو جينا شفنا هنا كده، في غلطة بقى هنا. ايه بقى الغلطة؟ ان احنا ما عملناش من البداية، ان احنا ما حاولنا، ما خليناش الانكور بوينت في النص. فبالتالي بدأ بيلف هو على ايه؟ على الانكور بوينت. فلازم عشان اخلي الانكور بوينت في النص. ودي حاجة مهمة انا سبتها للاخر عن قصد، عشان اهمية او تعرف ايه الفايدة من ان انا اخلي الانكور بوينت في نص التكست. فبضغط يا اما باجي اقف كنترول دبل كليك، يجي الانكور بوينت هنا في النص. شايفين بقت الشكل عامل ازاي اهو؟ بالظبط. عايز ارجعه بقى تاني مثلا شويه، اخد البوزيشن بتاعه ارجعه هنا، عشان انا عايز التكست يبقى عندي في النص الشاشه. بقى اعمل كده بالظبط. مودرن ديزاين. ابتدي بقى ادخل معايا التكست التاني. بس في حاجه بقى هنا اللي هي ايه، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز وهو بيلف هنا هيبتدي يظهر معايا التكست التاني اللي هو ده. بس خليها للاخر. فين التكست التاني؟ فور ديجيتالز. اخده هنا جنبه. هو طبعا زي ما احنا شايفين ان في فرق في المسافه. فانا عايز اسويه هنا، يعني يبقى مساوي، يعني في الاين من في التوب. ببتدي بقى ايه احرك اشتغل على اللي هو الليدنج. ابتدي ايه ازود الليدنج شويه، بحيث ان يبقى فيه توازي، او في الاين مع ده التكست ده مع التكست ده. دي اول حاجه عندي هنا اهي. ده ظهر. في حاجة بقى هنا مهمة، إن لما ده يظهر ده لونه أبيض وده لونه أبيض. فبالتالي بعمل أنا إيه؟ فبحاول إن أنا أغير في اللون. فباجي عند المودرن أنجل، وهو بيلف عايز أعمل له جنريت للفيل. فبروح لللاير، سوري، بروح للإفكت، جنريت فيل. خلي الأبيض، اللون الأبيض بتاعه العادي، وهو بيلف هنا كده.
هعمل كي فريم بحيث اول لما يوصل عند الزاويه الاخيره بتاعته يبقى اللون احمر، او اي لون عندك سواء لون اللوجو او اي لون يعني، يكون اللون ده. افتحه شويه كده. شايفين وانا بلف حصل تغير في اللون. ممكن ادي ايزي ايز هنا للكي فريم. هنا بقى انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز الفور ديجيتال او التكست التاني يبتدي يظهر معايا بعد ما ده يلف. فاروح هنا للفور ديجيتال وهعمل له انيميشن برضو على الاوباسيتي. خليني اقفل ده واروح للفور ديجيتال. اروح افتح تكست، انيميت، اوباسيتي، انزل اخلي الاوباسيتي زيرو، وبروح للستارت. بعمل هنا كي فريم وبمشي شويه 15 فريم مثلا واخلي الاوباسيتي 100%، وبروح للادفانسد وبغيرها برضو بخليها وورد. خلينا نشوف من الاول. تمام زي ما احنا شايفين كده. في ايه تاني عندي؟ فور ديجيتال وورد اهو. بالظبط. انا ممكن نعمل ايه، بس عايز اسبق شويه بدل ما هو يبقى في تاخير. انا عايزه هو بيخش هنا. يعني خليني افتح اليو قبل ما ينتهي عندي هنا، اروح لليو هنا قبل ما ينتهي الدوران، ارحل دول جوه شويه، يعني يبقى في ايه سيميلتينيوسلي او يبقى في تناسق. وهو خلاص بيوصل للوضع النهائي التاني بيبتدي يظهر. فمجرد بس ان انا بحرك ايه الكي فريم زي كده. خلاص يبقى انا كده خلصت التكست الاولاني والتكست التاني. آه، اعمل اضغط اقول كنترول يو، يو قصدي، واشيل الكي فريم. انا عايز اعمل ايه بقى هنا؟ انا عايز الف دول فعايز اعمل روتيشن. فبدل ما اعمل روتيشن لكل واحد لوحده، خلاص الاثنين دول انا عايز اعتبرهم هيلفوا مع بعض. فبربطهم، بعمل نال اوبجكت نيو نال، وباخد الديجيتال والمودرن ديزاين، وبروح للويك بيك دي اللي هي فين، اللي هي تبقى موجوده هنا. البيرنت واللينك. باخد الويك بيك، البيك ويب عفوا، وبروح للنال اوبجكت، وبروح عند النال اوبجكت وبضغط روتيشن. بس هخليه بقى يتحرك فين بقى المره دي؟ هعمل له كي فريم وبمشي برضو حوالي 15 فريم وبخليه ماينس 90 زي كده. هنشوف اللي هيحصل. بس عايز اغير برضو البوزيشن بتاعه. خلي البوزيشن بتاعه فين؟ خليني افتح البوزيشن، شيفت ار، بروح هنا عند البتاع واضغط كي فريم للبوزيشن، وبروح عند التاني ده وبحرك بقى ايه. انا مش عايزه يخرج عن منتصف السكرين، فبعمل كده زي ما احنا شايفين كده بالظبط. ده اللي حصل معانا. اقدر اعمل ايزي ايز برضو هنا زي كده. بس اول لما ده يخلص عندي ابتدي بقى اظهر بالشكل الثالث او التكست الثالث عندي اللي هو ده. احركه بحيث يبقى هو جاي في الاين مع التكست الاول والتاني زي ما احنا شايفين كده اهو. عايز برضو ازود شويه الليدنج، فابتدي بنزل هنا كده بحيث اعمل الاين.
وبشتغل بقى، برجع اشتغل على الانيميشن تاني مرة تانية. فبعمل ايه؟ زي ما احنا لاحظين اللون الابيض ده حصل يعني فيه كونفيوز هنا، تحس الالوان او التكست دخلوا في بعض. فعايز اغير اللون ده وارجع اللون ده للون الابيض. فبروح هنا للديجيتال، وهو اول ما هو بيلف هنا كده بديله مثلا اللون اللي هو ده. فبروح للديجيتال بقول له لاير افكت جنريت فيل، اللون ده كده اهو. بس طبعا ايه، يعني خليني لازم اعمل كي فريم وبرجع وراه شويه. لا، فين يا جماعه، هو اساسا اللون بتاعه ابيض. مظبوط. خليني اروح للديجيتال براند، اروح للنيو. خليني فين الكلر اهو. هو انا عملت كي فريم هنا ان هو ابيض. حرك بس ده شويه. هي مجرد بس ان انا بعمل ايه، بظبط الوقت التوقيت. وعايز ارجع المودرن ديزاين للون الابيض. فبروح هنا لليو. فين اللون عندي بتاعت اللون؟ فين برضو في نفس الوقت الكلر. بعمل كي فريم، بروح عند الكي فريم التاني وبعمل كي فريم تاني بس بخلي اللون ابيض. نرجع نشوف. زي ما احنا شايفين كده شكل يعني متناسق جدا، وفي نفس الوقت فصل التكست عن بعض. هروح دلوقتي للتكست الاخير اللي هو بولد فاست. ممكن اعمله اللي هو التكست الاخير برضو ده هعمل فيه اوباسيتي وهعمل فيه ثلاثة انيميشن. يعني خلينا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. هروح للتكست الاول ده ونعمل الاوباسيتي. هناخد الاوباسيتي وهناخد معانا كمان البوزيشن. وهنشوف ليه دلوقتي. انا هاخد البوزيشن وانزل بيه تحت شويه في الواي. انا عايزه يجي من تحت. تمام. زي هنا كده. واروح للاوباسيتي اخليها زيرو. وابتدي بقى اشتغل اظهرهم تاني فين هو طبعا البروبرتي دي شغاله على الرينج كامل. فببتدي بلغي الرينج عشان يبتدوا يظهروا معايا. فبروح هنا للستارت اهو. بعمل كي فريم بمشي شويه اهو. شايفين ايه؟ خلينا نعمل بلاي. طبعا هو هنا ظاهر الايه الحروف. انا مش عايز حروف، انا عايز يظهر كلتر، كوورد. سيف. اعمل بلاي. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ فين البوزيشن عندي هنا؟ اروح لليو. اشوف الكي فريم عندي اللي هو الستارت اند. ممكن اعمل هنا ايزي ايز مثلا، بحيث ان هو ايه يعني يتاخر شويه في الحرف الكلمه الاخيره. شايفين تطلع ايه بالراحه شويه الكلمه الاخيره. وطبعا لو السرعه عاليه احنا بنبعد شويه الكي فريم عن بعض. تمام. يبقى انا كده عملت الاوباسيتي وعملت بس هي برضو
يعني ايه في حاجة برضو تانية احنا ما يعني خليني برضو اظبط الشكل شوية. ممكن نعمل ايه؟ لان اللون الابيض كتير جدا هنا، فممكن باجي بقف عليه هنا وبدي بغير البرايتنس لكل لون. يعني باجي هنا مثلا ده اخلي البرايتنس اغمقه شوية 80%. باجي عند ده اروح للبرايتنس اخليه 65%. يعني بعمل تناسق في الالوان، بدل ما يبقى كله ابيض بغير في البرايتنس بتاعه، خليه 50%، خلي ده 40%. برضو عشان في حركة فبعمل ايه الموشن بلر، وبنزل هنا الموشن بلر على كل التكست. خلينا نشوف اهو بالظبط. في حاجة تانية هنا بقى انا عايز اعملها، اللي هي ايه؟ انا عايز ادي لون. يعني انا عايز ادي لون هنا واللون ده يبتدي يمشي معايا زي اللي انا عامله هنا بالظبط كده. يعني شايفين ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي هنا اللون يجي ويختفي، اللون يعدي على حرف حرف وكلمة كلمة ويبتدي يرجع للونه الطبيعي. فبعمل ايه؟ بروح هنا بعمل انيميت بقى، بس بعمل انيميت. بروح للتكست بعمله انا ممكن اضيف بروبرتي. يعني ممكن هنا اضيف بروبرتي واضيف الفيل. انا مش عايز انا عايز انيميشن لوحده، عشان لو اضفته هنا البروبرتي هيتاثر بالرينج سيلكتور بتاع الانيميتور الاول. فانا عايز اعمل انيميتور مره ثانيه عشان انيميتور جديد. فبعمل ايه؟ بروح للتكست بقول له انيميت ار جي بي. يبقى انا كده عندي الانيميتور الثاني اللي هو اللون. فبروح عشان اعمل انا عايز يبتدي اللون يظهر معايا ويبتدي يعني يبتدي اللون يظهر وينزل بقى معايا. فبعمل زي ما احنا اتكلمنا بنعمل برضو الرينج سيلكتور او ستارت من هنا. بلغي الرينج خالص عشان يبتدي يرجع لايه للون الطبيعي بتاعه زي كده. وبروح هنا بخلي 100%. فبالتالي لو احنا مشينا، بس طبعا الانيميتور ماشي حرف حرف، لا انا عايزه يمشي كلمه كلمه. هروح للادفانس اخليه باي وورد. فلو شفنا دلوقتي ايه اللي هيحصل اهو. بص إيه اللي بيحصل؟ اللون بيبتدي ينزل. بس هو طبعا بينزل على ايه؟ يعني اللون بيأثر على كل اللي تحت. لا انا عايزه يبتدي يمشي يعني كلمه كلمه. فممكن انا برضو اقلل الرينج شويه. اقلل الرينج شويه ازاي؟ ان انا ابتدي بقى ايه اشتغل على الاند كمان. يعني اقفل الاند. يعني فين الستارت عندي هنا اهي. فين الستارت؟ الستارت اهي. يعني شايفين الستارت بتروح فين؟ دي الستارت بتاعت الخط اهو ده. بص مشيت كده الستارت اهو. شايفين الستارت كده؟ بس بالتالي الاند تحت. دي هنا الاند اللي هي الاند نهايه الرينج. فانا عايز ابتدي ايه بقى اضيق الرينج برضو. يعني ابتدي اعمل انيميشن او كي فريم عند الاند. باجي هنا قبل الستارت بخلي ده برضو زيرو. ليه بخليه قبلها؟ ليه بخليه قبلها؟ عشان يفتح معايا شويه يديني حرف حرف. لازم يكون قبل لان لازم اسيب ايه؟ يعني عبال ما يجي عند الستارت يبقى على الاقل الحرف الاولاني ايه الكلمه الاولانيه ظهرت. خدتوا بالكم؟ وبرجع برضو هنا كده وبعمل كي فريم تاني 100%. خلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل في الحاله دي. شايفين؟ تحس ان اللون ممكن انا امشي اصغر دي شويه. ممكن امشي كده شويه اهو.
عشان الحركه بتيجي سريعه. اهو شايفين إيه اللي حصل دلوقتي؟ يبقى كده هيبتدي يظهر معايا، يطلع فوق الاوباسيتي بتاعته بتظهر. اول ما الاوباسيتي تظهر ابتدي اشتغل بالرينج، اقفل البدايه والنهايه زي ما احنا شايفين. ممكن برضو ايه اقفل دي شويه. اهو يعني تحس ان اللون ايه ماشي، معدي على حرف حرف، على كلمه كلمه. بعد ما بيعدي عليها بترجع الكلمه اللي بعدها بتاخد نفس اللون. هديله هنا ايزي ايز عشان يبقى في عندي يعني نعومه في الحركه. ويبقى احنا كده خلصنا الانيميشن وطريقه استخدام الانيميتور وفهم الانيميتور كويس وفهم الرينج سيلكتور. مش مجرد ان انا بعمل كي فريم، لا، انا لما بشتغل في الانيميشن باخد بغير البروبرتيز اللي انا عايزها، وببتدي الغيها. ان انا ايه بقفل الرينج سيلكتور، او بقفل الرينج ما بين البدايه والنهايه. فلما بقفل الرينج بيرجع التكست او اللير لوضعها الطبيعي، سواء بوزيشن، سواء انا حركت خدت عملت بوزيشن او غيرت اوباسيتي او غيرت تراكنج، بيبتدي يرجع للوضع الطبيعي بتاعه. وعندي برضو هنا في حاجة ما عملناهاش هنا، اللي هي في التكست اللي هو فور ديجيتال. دي انا عايز اعمل له برضو اضيف له حاجة. خليني اقفل كله يو فور ديجيتال. هنا اروح للتكست، انا اعمله انيميشن اللي هو ايه بس الاوباسيتي. تمام، لا انا عايز اعمله انيميشن تاني تراكنج. ف... فبروح هنا عند التكست، هو في انيميشن اوريدي هضيف عليه التراكنج. يبقى انا كده اضفت التراكنج. تمام، وابتدي ازود الاماونت بتاع التراكنج عندي هنا اهو. ارجع عشان ايه، لما انا كده عملت شايفين ايه اللي هيحصل؟ انا زودت خلاص هتيجي زي كده. شايفين مجرد ان انا غيرت التراكنج، واول لما يبتدي الرينج سيلكتور يتلغى بيرجع التكست لوضعه الطبيعي زي ما احنا شايفين. غيرت الالوان واديت عملت كي فريم على اللي عملت انيميشن على البوزيشن وعلى الاوباسيتي. كومون جدا معايا. في واحد ممكن يقول لي مثلا طب انا دلوقتي عايز الغي، خلاص بعد ما عملت كده عايز اطلع بقى بره ارجع كل حاجه مكانها. فبروح هنا بضغط عليهم كلهم لليو، بمشي شويه مثلا. فين هنا بقى الحاجه الرئيسيه عندي اللي انا واخد عليها كي فريم رينج سيلكتور واحد؟ دول انا مش عايزهم. بروح هنا للرينج سيلكتور ده، باخد كي فريم مثلا هنا. تمام، بمشي كده وبخليه زيرو. تمام، كل واحد بيرجع تاني لايه كأن مفيش اي تكست، كأنه بيطلع بقى بره الشاشة. برضو عندي هنا عشان كله يطلع مع بعض. باخد هنا كي فريم، وبرضو برجع هنا. شايفين بقى إيه اللي هيحصل؟ خلاص كله هيطلع. بروح هنا عند الرينج سيلكتور برضو ده، باخد فين الكي فريم هنا اهو. بعمل كي فريم زي ما هو، بروح بعمل زيرو. خلينا نشوف إيه اللي ممكن يحصل بقى دلوقتي. نشوف نعمل البريفيو. في كل حاجة طلعت تاني، رجعت تاني. وده يعني يعتبر مثال بسيط عن الانيميشن. تقدر ان انت لو فهمت الرينج سيلكتور كويس وتجرب، تقدر ان انت تعمل انيميشن لا محدود. يعني تقدر تعمل انيميشن على السكيل، تقدر تعمل انيميشن على البوزيشن. في عندك عدد كبير جدا من الانيميشن، تقدر تعمل انيميشن على الفيل. وبكده يكون الفيديو انتهى، وان شاء الله يكون يعني مفيد. وشكرا جزيلا والسلام عليكم.